تفتكروا ايه اللي بيحصل في اجسامنا لما ناكل الاكل في الموسم بتاعه؟ الاكل لما بيكون طازه ولسه مقطوف من الشجر، المكونات بتاعته والفيتامينز والمعادن بتكون في قمه فوائدها، ده غير انها بتكون موجوده بكميات كبيره وسعرها بيكون مناسب جدا. القرع مثلا بيدفي الجسم وبيحميه من الامراض لانه فيه فيتامين اي وسي، والرمان غني جدا بمضادات الاكسده، وكمان التفاح وغني جدا بالالياف. فلو قررتوا تعملوا سلطه بالحاجات دي مع بعض هتبقى من احلى السلطات اللي ممكن تاكلوها. ولو انتم متعودين على الخس في سلطات الصيف، جربوا الكيل في سلطات الشتاء او الخريف. مش متخيلين كميه الفوائد الموجوده فيه، ده غير ان السلطه هتبقى حلوه وكمان دافيه ومريحه للمعده. ومن الحاجات اللي حلوه قوي في الخريف البرتقال بكل انواعه، وكمان الجزر بكل انواعه والوانه. الجزر الابيض لو لقيتوه في المكان اللي انتوا عايشين فيه حاولوا تجربوه في شوربه او سلطات، طعمه مسكر وحلو جدا ومغذي ومليان فوائد وبالذات للاطفال. وما تنسوش الحاجات المشتركه ما بين الصيف والخريف زي الخوخ مثلا، بيكون الموسم بتاعها لسه ما خلصش وبتكون كمان فوائدها عاليه. ايه اكتر حاجه بتحبوها في خضار وفاكهه الموسم ده؟ وبالهنا والشفا. جربتوا الجزر الابيض قبل كده؟ عندي مفاجأة كبيرة. معايا جزر أبيض، هطبخ لك شوربة بندق على العشاء، أحلى أكلة مفاجأة. لما شفت المشهد ده من الفيلم لقيت ان ممكن نعمل وصفات وسلطات كتير بالجزر الابيض، وكمان ممكن نقدمه للاطفال. حسيته هيكون حلو خصوصا بعد ما جربت الجزر البنفسجي وطلع طعمه حلو قوي. لقيته في كذا مكان وباحجام مختلفه وسعره كان رخيص جدا، تقريبا بنفس سعر الجزر العادي. وبعدين قريت عن الفوائد بتاعته وطريقه طبخه، اكتشفت انه غني جدا بالفوائد وفيتامين سي وكي وفوليك اسيد، يعني مناسب جدا في الحمل وكمان للاطفال. والفرق بينه وبين الجزر العادي ان الجزر الابيض بيكون طعمه احلى في الشوربه والشوي، وطعمه اكنه فيه توابل زي جوز الطيب او الفلفل الابيض كده. ممكن يتاكل ني مع السلطات بس يكون مبشور علشان الانسجه بتاعته تكون طريه شويه، وكمان لان القلب بتاعه من جوه بيكون قاسي شويه وصعب في المضغ لو كان ني، لكن ممكن يتحط في شوربه عادي لانه بيكون اطرى مع الطبخ. وممكن نقطعه بالطول ونشويه او نحطه في الاير فراير ونقدمه للاطفال، او ممكن نضيف عليه زيت زيتون وملح ورشه دبس رمان وندخله في الفرن او الاير فراير ونحطه على السلطه. استنوا سلطه الجزر الابيض في الفيديو اللي جاي وقولوا لي عايزين نجرب ايه تاني، وبالهنا والشفا. اول مره اجرب الرمان الابيض وهقول لكم الفرق بينه وبين الرمان الاحمر اللي متعودين عليه. اول ما شفته افتكرته رمان مش مستوي، بس قلت اجربه واقارنه بالرمان الاصلي. من بره لونه فاتح جدا، ولما فتحته لقيت ان الحبوب اللي جوه لونها بينك قريب من الابيض. افتكرت ان طعمه هيبقى مزز، بس المفاجاه ان طعمه طلع مسكر اكتر من الرمان الطبيعي ومن غير مزازه او اي طعم ساور. وسبحان الله الحبات بتاعته كلها شبه بعض ولونها جميل جدا وفاتح، وتنفع في الحلويات او عصاير او حتى كمان في السلطات. وعلشان تعرفوا الفرق جبت معايا رمان احمر عادي، وكانت الحبوب من جوه لونها احمر طبيعي وحلو قوي وطعمها مسكر وحلو بس فيها المزازه الطبيعيه بتاعه الرمان. وفي الاخر النوعين حلوين قوي ومليانين فوائد وفيتامينز ومعادن مفيده للجسم. وسبحان الله كل نوع فاكهه فيه الوان كتير مختلفه. قولوا لي ايه اكتر فاكهه غريبه جربتوها، واستنوا الوصفه اللي جايه عشان تشوفوا عملت ايه بالرمان في السلطات. اسهل طريقتين تفصصوا بيها الرمان مش هتاخد منكم اكتر من دقيقتين. اول طريقه هنجيب الرمانه ونقطع التاج اللي بيكون موجود من فوق. بعد ما نشيله هيبان معانا جسم الرمانه متقسم لفصوص. هنحاول نعمل قطع سطحي بالسكينه بطول الرمانه حوالي 4 أو 5 مرات، بس بنضمن ان احنا ما نوصلش للاخر. نحاول بعد كده بالراحه نضغط على الرمانه عشان نفتح الفصوص ونفصلها عن بعض. لما تعملوا الخطوه دي هتلاقوا حبوب الرمان كامله معاكم ومش مقسومه نصين او متبهدله او بايظه، واحسن بكتير من اننا نقطع الرمانه بالنص. بعد ما نفتح الفصوص نقلبها ونحاول نخبط عليها بحاجه بالراحه علشان كل حبات الرمان تنزل كامله. تاني طريقه ودي حلوه قوي لو مش عايزين تعملوا دوشه كتير بالحاجات اللي بتخبطوا بيها، نعمل نفس الحاجه اللي عملناها في الرمانه الاولى. هنفصل التاج وهنقطعها فصوص، بس هنفصل الفصوص عن بعض وكده يبقى كل فص واضحه الحبات بتاعته، وهنحاول نفصصه بايدينا بالراحه. وكده يبقى عندنا رمان متفصص جاهز. ممكن تحفظوه في علبه في الثلاجه. استغلوا الموسم وفصصوا رمان كتير على قد ما تقدروا، وبالهنا والشفا. بما انه موسم القرع وموجود بكل اشكاله والوانه، اقول لكم ممكن تستفيدوا منه ازاي، وخصوصا لو عندكم اطفال بدايه من 6 شهور. ودي احلى فتره ممكن تشتروا فيها القرع لان الفوائد بتاعته والفيتامينز والمعادن بتكون في اعلى مستوياتها. واللذيذ في القرع انه موجود باشكال واحجام والوان كتير. القرع غني بفيتامين اي وسي، يعني حلو قوي في الوقت ده بالذات الاطفال مناعتهم بتبدا تتغير، وغني بالالياف ومفيد للهضم وينفع فطار او غدا او عشاء او حلويات. لان البذور بتاعته مفيده جدا وخصوصا للاطفال. وممكن تاكلوا القرع حادق او حلو او حتى تحطوه في سلطه، وفي ناس بيحبوه مع القهوه او الماتشا. انتوا كمان ممكن تخلوه ديكور للبيت وفي الاخر تطبخوه. استنوا الفيديوهات الجايه في وصفات كتير للقرع، وبالهنا والشفا. بما اننا في موسم القرع عملت سلطه شتويه وخفيفه مكوناتها كلها لايقه على بعض، دافيه ومريحه للمعده وطريقتها سهله جدا. بس في غلطه عملتها كانت هتبوظ السلطه هقول لكم عليها اخر الفيديو. هنبتدي بالقرع. هاتوا اي نوع انتوا بتحبوه، هنقطعه ونضيف عليه ملح ورشه زيت زيتون ونقلبه كويس لغايه ما الزيت يتغلف بيه، ونسويه في الفرن او الاير فراير. وعلى بال ما القرع يستوي هنجهز المكون الاساسي في السلطه وهو الكيل. الكيل مليان فوائد وطعمه حلو جدا في السلطه. الورق بتاعه بيكون ناشف شويه، بنضيف له زيت زيتون وملح، بنعمل له مساج كويس قوي بايدينا علشان الانسجه بتاعته تكون اطرى ونعرف ناكلها وتكون سهله في الهضم. بعد ما تعملوا الخطوه دي هتلاقوه بيلمع كده وكده يكون جاهز للاكل. هنضيف جبنه فته او اي نوع جبنه انتوا بتحبوها، هتليق جدا مع السلطه دي. الجبنه هتكمل مكونات السلطه وكمان ماستر بروتين خفيف. وبعدها هنضيف القرع المشوي، وكده السلطه مش ناقصها غير شويه رمان من فوق بيخلي السلطه فيها مزازه وطعم حلو اكتر، والسلطه كلها الوان يعني فوائدها اكتر بكتير. جربوا سلطه القرع بس ما تنسوش تقشروه. واستنوا الفيديوهات اللي جايه وصفات تانية للقرع، وبالهنا والشفا.